بثلاثية نظيفة الأهلي بيفوز على البنك في الدوري المصري ويقترب خطوة نحو تحقيق لقب البطولة. أهلا وسهلا بيكم في الملخص. لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تعمل اشتراك، وكمان ما تنساش تعمل لايك، وكمان أيضا ما تنساش تتابعنا. يلا بينا. الأهلي في أداء عالمي النهاردة بيفوز على البنك الأهلي بثلاث أهداف نظيفة، ورقم غريب جدا للأهلي هذا الموسم في المباراة دي. الأهلي في الشوط الأول قدر يتقدم على البنك بضربة حرة مباشرة عالمية من علي معلول بيسكنها على يسار جاباسكي محمود أبو جبل أو محمد أبو جبل. وبعد ذلك الأهلي بيقدر يحرز الهدف الثاني بركنة معلمانية من أحمد عبد القادر على يسار جاباسكي. وفي الشوط الثاني وبعد نزول كهربا قدر يحرز الهدف الثالث علشان تنتهي المباراة بثلاث أهداف نظيفة، والأهلي بيقترب خطوة نحو تحقيق لقب بطولة الدوري. أعتقد إن هو نهى الدوري وقدر يفوز بالبطولة، لأن الأقرب المنافسين بعيد هو بيراميدز، وإن الأهلي ليه مباراة كتيرة مؤجلة، وفي هذه الأداء الأهلي هيقدر يفوز على كل الفرق اللي جاية. لكن رقم غريب هذا الموسم في هذه المباراة ان اول ضربة حرة الاهلي يحرزها كانت النهاردة من علي معلول، ضربة حرة عالمية بيسكنها في شباك محمد ابو جبل علشان الاهلي يقدر يختم المباراة بثلاث اهداف نظيفة. برأيك اكتب لنا في كومنت وقول لنا مين راجل مباراة النهاردة الاهلي والبنك. مستني حضراتكم في كومنت، وكمان مستني اشتراككم في القناة. تابعونا علشان تعرفوا كل جديد أول بأول.